الاخوان، تحياتي ويلكم باك. هذا اليومين هذه اللي دازت كلشي تيتكلم على الوفاه ديال ابن ناس، هذاك الدري ايوب ولد التماره، هذاك اللي كيدير فلوغات في اليوتيوب، مغامر ابن ناس. ياك غادي نموتوا، علاش كتخلعوا؟ ياك غتموت، كل نفس ذائقه الموت، غتموت يا هذا بنادم، علاش كتخاف اصاحبي؟ ما فهمتش. هو هذا الخبر ديال الوفاه ديالو انتشر في المواقع التواصل الاجتماعي وفي الفيسبوك وتبارطاجا في الانستغرام وكذا، وشحال من واحد تيقول لك واش فعلا ابن ناس مات، واش هادشي فري، واش هذا الخبر حقيقي ولا مجرد اشاعه. هو هذا الخبر هذا ماشي حقيقي. شنو كاين اللي وقع؟ هو ان ايوب ابن ناس دار واحد ستوري في الانستغرام، حطو وقال لهم انا غادي ندخل دابا نعوم في البحر، ولا داز 3 السوايع وما خرجتش. غتلقاو التصويره اللي تحت من الستوري كلكم كتبوا فيها انا الى الله وانا اليه راجعون. من بعد منين دازت 3 ديال السوايع على داك الستوري اللي حط ايوب النسنس وما بانش ليه الاثار، هذيك التصويره اللي قال لهم هما، اللي قالها لذوك المتابعين ديالو، التصويره اللي قال لهم كومونتيو فيها، كتبوا انا الى الله وانا اليه راجعون وعزوني فيها، عمرات بلي كومونتير وعمرات بالتعليقات وكل شيء كيكتب انا الى الله وانا اليه راجعون، تغمد الله الفقيد كذا الى اخره. ديك التصويره بالعدد ديال دوك لي كومونتير ودوك الجيمات اللي جابت طلعات، ولاو كيدخلوا الناس اللي ما شافوش الستوري اللي ديجا حاطها ايوب وكيسحب المراه فري توفى. فهمتي؟ هادشي اللي خلى بزاف ديال الفيسبوكيين وبزاف ديال اليوتيوبرز وبزاف ديال لي باج في الفيسبوك اللي نشروا هذا الخبر هذا وهما ما عارفينش. هذيك راه ايوب دارها بغى يضحك، ساعه صدقات خرجت ليه بحال هكا. المهم السيد راه باقي حي، ما ميت ما والو. وبالنسبه لشي واحد الا بغى ينشر شي خبر خاصك ما تنشرو حتى تتاكد منه 100%، حتى داك 90% 85% 70% راك ما متاكدش، حتى تتاكد 100%. بمعنى تكون عندك دلائل موثوقه بان واحد الحاجه فلانيه ولا واحد الشيء انه كاين فعلا كاين، عادي يمكن لك تبارطاجيه. هادشي اللي كاين. تحياتي لكم الاخوان، بيس اند لاف.